الهرم الأكبر في الجيزة مش مجرد أثر عادي، ده واحد من أعظم أسرار البشرية. لكن في سنة 2017 حصل اكتشاف غير كل حاجة. العلماء استخدموا تقنية حديثة اسمها ميون سكان، ودي بتكشف الفراغات اللي جوه الصخور من غير ما نفتحها. النتيجة لقوا فراغ ضخم جدا جوه الهرم فوق الممر الرئيسي بالظبط. من آلاف السنين محدش كان يعرف إن في حاجة زي كده موجودة. العلماء محتارين، هل ده مجرد فراغ معماري معمول عشان يوزع وزن الهرم، ولا ممكن يكون غرفة أسرار لسه محدش دخلها؟ تخيلوا معايا لو فعلا الغرفة دي موجودة، ممكن نلاقي فيها نصوص فرعونية مفقودة، كنوز مدفونة، ولا يمكن أسرار عن بناء الأهرامات نفسها. الغريب إن لحد النهاردة محدش قدر يدخل أو يكشف سر الفراغ ده. وسؤال واحد بيخلي العالم كله محتار: إيه اللي مستخبي جوه غرفة الأسرار في الهرم الأكبر؟